داخل الاطار ديال اللي هو التنسيقيه الوطنيه لخريجي وطلبه وممرضي معاهد تاهيل الاطر بالميدان الصحي. اكيد ان الوقفه ديال اليوم كتجي في النطاق ديال المسلسل ديال الاجهاضات اللي قام بها الحزب هذا، واللي هو حزب في اخر المطاف، يعني منذ البدايات ديال التاريخ ديالو كنتذكروا جيدا انه قدم العديد من الشهداء، العديد من المعتقلين، ولكن في اخر المطاف كنشاهدوا ان الحزب حاليا ولا كيمشي في الاتجاه ديال السياسه ديال الخصاصه ديال مجموعه من القطاعات اللي بقات. هذه القطاعات في اخر المطاف اللي هي ولات في يد ديال الجماهير الشعبيه، واللي على اساس ديالها كتشوف فيها الامل ديال المخرج من الازمه، واللي كتشوف فيها على الاساس ديالها انها هي المخرج من الازمه. فاذا به نواجه بمجموعه من المخططات الطبقيه التي يحاول هذا الحزب تمريرها، والتي وليس باخرها القرار المجحف في حق الطلبه الممرضين، والذي يهدف الى ادماج اصحاب دبلومات خريجي المدارس الخاصه ومعادله دبلوماتهم بدبلومات المجازين من طرف الدوله، وهذا خرق سافل للقانون ولن نقبله. اذا تاتي هذه الوقفه في سياق النضال ديالنا ضد يعني هذه المخططات التي تهدف في اخر المطاف الى ضرب مجانيه التعليم، وكذلك نعلنها اننا سوف نخوض حربا سياسيه ضد هذا الحزب على المستوى الوطني، على اعتبار انه مكلف بالحقيبه ديال الوزاره ديال الصحه، واكيد انه اكد وزاره التشغيل المناقين. زيد ضربه على ضربه، حدا كتوقف المراقين، زيد دقه على دقه. زيد شكون يحد الباس؟ شكون يحد؟ لي زانفيرمي يحدوا الناس. دونك هنا جاي المرحله هذه ديال الحرب اللي اتخذها مع هذا الحزب هذا، على اساس انه خدا الحقيبه ديال الوزاره ديال الصحه، ولكن للاسف منذ ان تولوا الحقيبه ديال الصحه والممرض الى الوراء يعني منذ ان تولوا هاد الناس هادو الحقيبه ديال الصحه وهاد المعايير ديال الصحه كترجع للنور. يعني هنايا كنوجهوا ميساج للجماهير الشعبيه عموما، وكنوجهوا ميساج للطلبه كافه ان هاد السياسات اخر المطاف راه ما غاديش نقبلوها، لان القطاع ديال الصحه وقطاع التعليم هم اخر ما تبقى بين ايدي الجماهير الشعبيه، ولن نسمح بتمرير هذه القطاعات الى القطاعات الخاصه. ونؤكد مره ثانيه على رفضنا لهذا المرسوم المشؤوم، ونقول للسيد الوزير الوردي انك حقا قد اثبتت فشلات، وانك حقا قد اخطات في تقدير الممرض، والممرض في اخر المطاف يؤكد عن جدارة واستحقاق انه حاليا يدافع عن معركه اسمها معركه كرامه الممرض. ونقولها مجددا: دمتم ودمنا للنضال صامدين، ولنا موعد ايها الحزب غدا وبجميع الاستحقاقات. تحيه نضاليه لكافه الطلبه الحاضرين.